مساء الخير، ازيكم؟ الديانات هي معتقدات ومعتنقات بيعتنقها الشخص بكامل قواه العقلية، بيبقى مؤمن بعقله وقلبه ان هذا هو الدين الصحيح اللي هو يريد ان يتبعه. بيمارس شعائرها، بيقوم بفروضها، وبيقوم بصلواتها. بس لو عملنا تحليل دي ان ايه، تفتكروا هيطلع في التحليل انت من انهي ديانة؟ مسيحي، مسلم، يهودي، ولا لا دين لك؟ اكيد لا، هيطلع انت من انهي ارض واسلافك كانوا في انهي ارض. طيب، ليه بقى بنربط الدين بالعرق؟ يعني ليه انا عشان اكون مسلم لازم اكون عربي؟ ليه بتتنصل من اصولك المصريه؟ بتقول لا، انا مش مصري، انا فخور اني عربي، مع ان انت مش عربي، انت مش من الارض بتاعتهم ولا اسلافك منهم، انت مصري. بتقول ان انت حضارتك حضاره كفار من وجهه نظرك، فانت لا يشرفك انك تنتمي لحضاره الكفار اللي هي الحضاره المصريه من وجهه نظرك. طب تعالى نتكلم عن حضاره العرب. العرب قبل الإسلام كانوا غير مؤمنين، كانوا كفار، كانوا مشركين. قبل الإسلام جاء الدين الإسلامي ونزل علينا كلنا بالسلام والطمأنينة وأخذنا إلى النور. لكن هل العرب تنصلوا من أصولهم العربية؟ هل قالوا خلاص إحنا بقينا مسلمين فإحنا هنمحي العرب عشان كانوا غير مؤمنين وكانوا كفار؟ ولا تمسكوا بأصولهم العربية، تمسكوا بالزي، باللغة، بالأرض، بالأكل، بطريقة الأكل وطريقة اللبس، وعملوا اندماج ما بين أصولهم العربية وما بين الدين الإسلامي، بيمارسوا كل حاجة ليها علاقة بأصولهم بما لا تتنافى مع معتقدات الدين الإسلامي. انت بقى بتعمل ايه؟ انت ليه متنصل من حضارتك؟ ليه عايز تنتمي لحضارة مش بتاعتك؟ ليه عايز تنتمي لقوم مش بتاعك؟ ليه بتتنصل من أرضك ومن حضارتك؟ لو انت بتقول ان حضارتك حضارة كفار، فالعرب قبل الإسلام كانوا أيضا كفار. ده موضوع شائك بالنسبة لي، أنا مش قادرة استوعبه. يعني في أندونيسيا وفي ماليزيا وفي بعض الدول في آسيا فيها مسلمين كتير جدا وبيتكلموا اللغة العربية عشان هي لغة القرآن. هل هم بيقولوا عن نفسهم ان هم عرب؟ مع ان هم مسلمين اسلام حق، بالزي الاسلامي الصحيح، بالفروض الاسلاميه، بالصلوات الاسلاميه، بيعملوا الاسلام كما قال الكتاب. لكن هل هم بيقولوا عن نفسهم ان هم عرب عشان هم مسلمين؟ لا، هم متمسكين ببلادهم، متمسكين بعرقهم. انت بقى ايه؟ متمسك بالعرب اللي هم مش تبعك ليه؟ انا بس ده سؤال انا نفسي حد يجاوبني عليه، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتس تحت. باي.